السلام عليكم ورحمة الله. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن نوع من أجمل الطيور المحببة إلى قلبي، وهو طائر الكناري. الكناري من الطيور المميزة بصوتها، ومن الطيور اللي فعلا لما تربيها تحس إن أنت فعلا مربي طير ملك من الإحساس. فعلا طير من أجمل الطيور. هو مشكلته الوحيدة إن هو حساس شوية، لأن هو طير ضعيف، ولكن فعلا لما تربيه هتستمتع جدا 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 بتربيته. هو أقل ما يقال عليه مغرد. يعني المغرد دوت فعلا هتسمع منه أصوات لا حصر لها. فعلا بيعمل شوية نغمات انت تبقى قاعد مستمتع جدا بصوته. طيب عشان ما نطولش على بعض، نبتدي نتكلم عن الكناري وتربية الكناري. أول حاجة انت هتحتاج قفص زي ده. تمام، القفص دوت عبارة عن فاصل، قفص بفاصل. بص كده زي ما انت شايف، هتلاقي فاصل بين الذكر والنتاية، يعني كل واحد في جنب. تمام كده، كل واحد عنده طبق الأكل بتاعه، وهي النتاية بيبقى عندها البياضة، وكل واحد الميثاق بتاعته والكالسيوم. ونبتدي نحط مثلا في الأطباق الصغيرة ديت كده الايه، الخضرة والفاكهة والكلام اللي هما بيحبوه، الحاجات اللي هي المستنبت والكلام ده كله. وبرضه انا شرح لكم في فيديو سابق ازاي نعمل مستنبت عشان خاطر الطيور تستفاد بيه، فما تنسوش تتفرجوا عليه. اول حاجة في الكناري، هو بيحب المكان الدافي. تمام، الكناري ما بيستحملش، مناعته ضعيفة، بيحب ان هو لما يتربى يبقى في مكان مفيهوش اي تيارات هواء ومفيهوش برد. وبيحب جدا جدا يستحمى. يعني لو بتربي كناري اعرف ان انت دايما قاعد في مسبح، لازم كل يوم تلاقيهم بيستحموا. طيب ايه اللي الكناري بيطلبه؟ هو عبارة عن زي ما احنا قلنا المسقى وطبق الاكل والكالسيوم ونحط له عصاية لكل واحد فيهم. يفضل، انا دايما بفضل المجاسم الخشبية عشان خاطر تبقى مريحة جدا للرجلين، وفي نفس الوقت ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة. تمام. طيب بياكل ايه؟ كناري بياكل فلارس. الفلارس مفيدة جدا للكناري، بيحب الفلارس جدا. طيب بنحط ايه على الفلارس؟ ولا بلكم ولا دنيبة، ممكن نحطهم ولكن في بعض الاوقات. لكن من الحاجات المفضلة للكناري هي بذور الطاقة، زي بذر الجرجير وبذر الفجل واللفت والخس وكل البذور بتاعة الطاقة. تمام. برضو هتلاقي النسب بتاعتها هبعتها لكم برضو كده واكتبها لكم في الكومنتات. طيب ليه بنفصل الكناري عن بعضه؟ لان دايما الكناري من الطيور اللي هي ما بتعيش اجواز مع بعضها، لا هما الجوز بيعيشوا مع بعض ولكن في وقت التزاوج. طيب ليه بنفصلهم؟ لان هتلاقي ان دايما الذكر والنتاية بيتخانقوا. لو هي مش جاهزة وهو مش جاهز، بتلاقي ان القص بدأ يضرب بعضه وبدأ يتخانق. طيب ايه المفروض ان احنا نعمله؟ زي ما قلت لك، بنجيب قفص بفاصل علشان نقدر نعزل القصين عن بعض. بيبقى الذكر لوحده والنتاية لوحدها، بيبتدي كل واحد فيهم يبقى شايف التاني، ولكن ايه، ما بيدخلوش مع بعض. طيب نقدر ندخلهم امتى مع بعض؟ وهو في حالة ان النتاية بتبتدي تلف العش. تمام. تمام. طيب وقت ما بيخشوا على بعض امتى، او بندخلهم الاتنين سوا امتى؟ هو في حالة ان النتاية تبقى جاهزة للتزاوج. طب النتاية بتبقى جاهزة للتزاوج امتى؟ هي في حالة معينة، لما تلاقي ان النتاية بدأت تلف العش، انت بتحط لها مستلزمات العش زي كده اهو. ده العش بتاع الكناري. تمام، بتحط لهم خيش كده او حاجة كمان في قلبها زي قطن كده وبتاع، وحاجة اسمها اللبادة بتتباع وبنحطها. طيب النتاية بتبتدي تلف العش بالمنظر دوت، بتبتدي هي تكونه وتحط لها بس الخيش دوت في الارض، وهي بتبتدي تلم منه. وقت ما النتاية بتلم العش بتاعها او بتلفه، بتعرف ان النتاية جاهزة. طيب نعرف ان الذكر جاهز امتى؟ لما يبتدي يغرد جدا وتلاقي الصوت بتاعه نغماته زادت، وان هو دايما عاوز يدخل للانثى. طيب نبتدي نعمل ايه ساعتها؟ اول ما نلاقي الانثى لفت العش بتاعها، بنقوم فاتحين العش ونسيبهم الاتنين مع بعضهم ونبتدي نتابعهم. ممكن يتخانقوا في الاول كده شوية وبتاع، ولكن خلاص بتلاقي ايه، ان الاتنين اتجوزوا والنتاية بدأت تحط وضع البيض بتاعها. تقدر تسيب الذكر معاها يعني لحد ما تبيض وتطلع الأطفال، لأن هو بيساعد طبعا في التأكيل وبيكون حنين جدا معاها. طيب لو أنا بيتخانقوا وهم بيضين أو هي فأسة، نقدر نشيل الذكر ونسيب النتاية بس مع الزغاليل أو مع البيض، وهي بتبتدي تهتم بالموضوع وإيه، بتبتدي يعني تكمل حياتها هي. طيب
ايه الاكل المفضل ليهم لما يبقى فيه وجود زغاليل؟ هو البيض المسلوق. البيض المسلوق حاجة مهمة جدا. لازم لما نبقى تلاقي زغاليل عندك تسلق بيضة وتبتدي تقدمها للقص، ويبتدوا ياكلوا منها ويأكلوا الأطفال بتاعتهم. طيب تمام، ايه تاني؟ الكناري بيحب الشمس، ولكن مش الشمس القوية، وكمان ما بيحبش الهواء الجامد لأنه مناعته ضعيفة. فلا قدر الله لو جاله شوية برد بتلاقيه ضعف وبتلاقيه مات. اهتم بنظافة قفص الكناري جدا لأن مناعته ضعيفة وبيتبهدل وبيتعب على طول. اهتم بنظافة المجسمات بتاعتهم، واهتم بنظافة المياه، وفعلا من أجمل الطرق اللي تستمتع بيها. ويا رب أكون فدتكم، ولو في حد عنده سؤال اتفضل، والسلام عليكم ورحمة الله.